إخواننا في جمهورية مصر العربية. أيوة. خلال فترة الرحيل كنت موجودة في الكويت؟ أنا موجودة من زمان، عيالي مولودين مواليد الكويت. زين، خلال فترة الغزو شنو تعرفين عن التحرير؟ خير، الغزو كنا موجودين. ما طلعتوا؟ لا، ما طلعناش إلا بعدها بشهر. كنا قاعدين هنا موجودين. كل يوم نطلع ندور على سكة نروح بيها لحد ما لقينا الحمد لله طلعنا عن طريق العراق. عن طريق العراق. طلعونا عن طريق العراق. تذكرين من لما رحتي مصر هناك ايام الغزو، الكويتيين الموجودين شلون كان التعامل هناك في التعامل والله كنا بنعملهم كويس جدا، واخواننا وحبايبنا، واحنا طول عمرنا هنا. وقلتي لي انت فتره الغزو كنت هنا؟ كنت موجود. اول ايام شلون مرت عليكم؟ صعبه والله، فيش اكل ولا شرب، وحتى بنتي كانت في المستشفى في الحضانه، اتصلوا بيا قالوا لي تعالي خديها لان صدام بيرمي الاطفال وياخد الحضانات. رحت خدتها. شكرا. الله يخليكي. دي بنتي مواليد الكويت برضه، ودول بناتها متجوزه كويتي هي بعد. يلا منا وفينا يعني. اول شيء الله يعطيك العافيه. شنو تذكرين؟ طبعا يمكن الوالده قالت انت ما تذكرين. شنو الوالده تذكرت، او شنو الذكريات اللي يتكلمون عنها كل سنه في عيد التحرير؟ لا والله اكيد ذكريات سيئه، يعني اختي صابها اعاقه بسببها، وللحين قاعده بمصر معاقه يعني. بسبب كانت بمستشفى الفروانيه، وصار فيها بسبب الغزو صار فيها اعاقه للحين، عند كم عمرها 32 ومعاقه. بسبب بسبب الغزو والولاده.